السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح لعبة من اكتر الالعاب اللي انت تقدر تحقق فيها ارباح. لعبة نسبة الخسارة فيها لا تتعدى 10%. بس طبعا زي ما احنا عارفين وزي ما بنعمل مسابقات للناس كلها في بداية الفيديو. عشان تشترك في المسابقة هنختار 3 هنشحن لهم ب1000 جنيه. 3 شروط المسابقة قبل ما نبدأ في الفيديو: انت تعمل اشتراك في القناة، تعمل لايك للفيديو، تعمل كومنت برقم الاي دي بتاعك جوه اللعبة. ولو الفيديو وصل 20,000 مشاهدة بنختار 3 بصورة عشوائية وبنديلهم الجايزة. عشان ما اطولش عليكم خلينا نبدأ على طول في الشرح. هشحن الرصيد وارجع لكم ندخل على اللعبة على طول. ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما شحنا الرصيد ب100 جنيه. اللعبة هنخش عليها دلوقت، هنعمل سيرش عليها. دي الألعاب اللي موجودة كلها زي ما احنا شايفين كده. اللعبة اسمها دايس أو ديس. دي عبارة عن لعبة رمي زهر زي ما أنا هشرح لكم كده. هبحث عنها في السيرش عشان مش ظاهرة في الصفحات الأولى اهي. ديس اهي، هندخل عليها. اللعبة دي طبعا ليها خوارزميات زي أي لعبة. عبارة عن رمي زهرة وأكبر عدد هو اللي بيكسب. أول حاجة هنراهن ب8 جنيه وبنحذف الظهر. تعادل، لا كسبت ولا خسرت. ال100 جنيه فوق زي ما هي اهي. كسبت 8 جنيه، أنا 5 واللي بلعبه 3. طول ما انت بتكسب ما تضاعفش الرهان، تضاعف الرهان بس لو انت خسرت. أنا هنا خسرت فهضاعف الرهان هخليه 16. أول ما تخسر تضاعف الرهان على طول. اهو كسبت 16، كسبت 32. اللعبة دي سهلة جدا وتقدر تعمل منها فلوس محترمة. اهو تاني كسبت انا 9 وهو 3، 124. خسرت الدور ده. اما اخسر ارجع العب بقى ب8 جنيه. خسرت برضو. خسرت. هبتدي اللي انا اضاعف الرهان 16. كسبت. وهكذا انت لو خسرت دور ولا دورين تضاعف الرهان وتبتدي اللي انت تلعب عشان تكسب.